الجزائر اليوم مساحة للتحليل والنقاش وتتابعون فيها هذه الليلة. في الحدث، نظام المخزن يمنع وفدا حقوقيا إسبانيا من دخول العيون المحتلة ودعوات لرفع شكوى رسمية ضد المغرب الذي يواصل الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وفي الحدث أيضا الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية بين القمع الممنهج ونهب الثروات وانهيار المساءلة الدولية يقوض أسس الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير المصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. إذن في تصعيد يعكس تمادي المغرب في سياسة الإغلاق والتعتيم المفروض على الشعب أو على الأراضي الصحراوية المحتلة، منعت سلطات الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا وقانونيا إسبانيا رفيع المستوى من دخول مدينة العيون المحتلة بعد وصوله على متن رحلة قادمة من مطار لاس بالماس بجزر الكناري. وأعلنت النائب في الكونغرس الإسباني نويمي سانتانا بيريز أنها سترفع دعوى رسمية ضد المغرب معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدة أن سلطات الاحتلال المغربي تعاملت مع الوفد بمنطق القوة والإقصاء. حورية جرجار والتفاصيل. Si es que a nivel internacional nadie les cree, nadie. Ustedes utilizan la violencia, las mentiras, los bulos, desprecian a la propia población marroquí. في خطوة تعسفية ليست الأولى من نوعها، سلطات الاحتلال المغربي تمنع وفدا من المراقبين الدوليين المساندين للقضية الصحراوية العادلة من النزول بمطار مدينة العيون المحتلة. أنتم أشخاص ممنوعون من دخول. وتأتي هذه العملية في سياق الغلق التي تفرضها سلطات الاحتلال المغربي على المناطق الصحراوية المحتلة. ويشتد هذا الخناق كلما تعلق الأمر بوفد حقوقي يزور مدينة العيون المحتلة للوقوف على وضعية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي. Hemos realizado este viaje con el objetivo de testimoniar la denuncia de la violación de los derechos humanos, de la ocupación ilegal por parte de Marruecos del Sáhara Occidental. Marruecos lleva ocupando violentamente este territorio desde hace 50 años, incumpliendo las resoluciones internacionales, no respetando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Cuando llegamos al Sáhara Occidental, pues no se nos dejó bajar del avión en ningún momento, se nos impidió sin ningún tipo de justificación, que incluso la solicitamos. Fueron casi 20 minutos en los que intentamos que nos dejaran bajar al territorio del Sáhara Occidental y se nos impidió por las fuerzas de ocupación. يذكر أن الوفد الذي منع من النزول بمطار العيون المحتلة كان قادما من جزر الكناري ويتشكل من حقوقيين ومراقبين وإعلاميين ونواب برلمانيين إسبان لتأكيد مساندتهم ودعمهم للقضية الصحراوية العادلة. هذا واستنكر العديد من الملاحظين هذا التصرف العدواني اللامسؤول ضد حقوقيين ومراقبين دوليين. يندوا بهذا الطرد التعسفي اللي تعرضوا له هؤلاء المتضامنين الإسبان اللي جاوا من جزر الكناري، جاوا إلى مطار العيون ومنعوهم باش يدخلوا باش يتلاقوا مع النشطاء الحقوقيين ويطالعوا على وضعية حقوق الإنسان ويسولوا على المعتقلين السياسيين الصحراوي. يندد بهذا العمل الممنهج اللي تقوم به القوات المغربية لطرد المراقبين الدوليين اللي يجوا للمنطقة من أجل
اطلاع على الوضع داخل المناطق المحتلة، الوضع المزري والقمعي اللي تقوم به السلطات المغربية. الاحتلال المغربي قام بترحيل هؤلاء النشطاء ومنعهم من الدخول إلى الأراضي الصحراوية. إذن هنا استمرار لهذا الحصار اللا قانوني واللا شرعي، والذي يعكس يعني إصرار الدولة المغربية على مواصلة انتهاكاتها المستمرة ضد الإنسان الصحراوي. ورغم كل المحاولات القمعية للمحتل المغربي، تبقى القضية الصحراوية العادلة تستقطب الدعم الدولي من قبل أحرار العالم. للإثراء يحضر معي ضيوفي الأكارم. أرحب بداية بالبروفيسور سمير بوعيسة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. بروفيسور بوعيسة مرحبا، شكرا على قبول الدعوة. مرحبا بك وبالضيوف وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. معنا أيضا الدكتور رابح العروسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، تحياتي للضيف الكريم والمتابعين البرنامج. أهلا بك. معنا أيضا البروفيسور موسى عاشور أستاذ القانون الدولي. أهلا وسهلا بك بروفيسور. أهلا بك وبالمشاهد الكريم وضيوفك الكرام. أهلا بكم. ومعنا عبر تقنية الزوم ضيفنا الكريم سيد مبيركات عبد الكريم مدير المنصة الصحراوية 12 أكتوبر للإعلام والتواصل. سيد مبيركات مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بك أختي الكريم وشكرا وتحية للضيوف الكرام والمشاهدين. وأبقى معك سيد مبيركات في أول سؤال. يعني الاحتلال المغربي يدشن السنة الجديدة بمواصلة سياسة الغلق والمنع والطرد في حق الوفود الدولية. كيف تصفون ما حدث وهذه المحاولات المكشوفة يعني للغلق وعلى هذا الإقليم المحتل؟ بطبيعة الحال هذا غير جديد على الاحتلال المغربي. هذه السياسة ينهجها الاحتلال المغربي منذ سنة 2014. طرد ما يقارب أو أكثر من 320 مراقب دولي، منهم سياسيين وحقوقيين وصحفيين. هذا السلوك طبيعة الحال هو سلوك غير قانوني، هو خرق جسيم للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ويقوض كذلك واجب التعاون مع الأمم المتحدة، باعتبار على أن القضية الصحراوية الآن هي في يد الأمم المتحدة، وباعتبار على أنها كذلك تعرقل جهود المبعوث الأممي، وكذلك على أن هذا الممارسة وهذا السلوك يؤكد وجود إرادة ممنهجة للتعتيم ومنع التوثيق لهذه الجرائم. هذا منع هذا الوفد الدولي والله بالمعلومة المحتلة ليس إجراء مثلا إداريا كما يدعي الاحتلال عبر وسائله، بل هو تجسيد للسياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال المغربي كما قلت منذ سنة 2014. نعم. تقوم على إغلاق المنطقة الجزء المحتل من الصحراء الغربية في وجه أي رقابة دولية، على رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وللسنة العاشرة وهي ممنوعة من زيارة المنطقة. كذلك يمنع وحظر أكثر من 6 منظمات دولية على رأسها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. نعم. ممنوعين منذ أكثر من 15 سنة من زيارة المنطقة. يعني على أن الاحتلال المغربي يطمح لأن يجعل المنطقة الجزء المحتل من الصحراء الغربية سجن. نعم. ويحتجز به المدنيين الصحراويين. هو ما نراه اليوم هو فرض سياسة الأمر الواقع، وهذا التعتيم لن يغير الحقيقة ولن يسقط الوضع القانوني للصحراء الغربية ولا الحق الغير قابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره. نعم. مهما تفضل أختي كريم. سأعود إليك لاحقا سيد بريكات وأتحول للبروفيسور بوعيسة. في ظل هذه التقارير المتزايدة عن استمرار سياسة القمع والخنق التي يمارسها الاحتلال المغربي اليوم على الإقليم الصحراوي، كيف تنظر إلى مواصلة سياسة هذه القيود الأمنية بحق هذا الإقليم؟ طبعا هذه هي طبيعة أي نظام استعماري استيطاني احتلالي. يعني النظام المغربي الآن كشف عن وجهه الحقيقي وهو الذي نعرفه جميعا،
وهو نظام استيطاني احتلالي، وبالتالي كل نظام استيطاني احتلالي لا يرضى أن يتم توثيق كل جرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي الأعزل، من جرائم أولا سلب الحريات الأساسية والمدنية والسياسية، وأيضا جرائم التعذيب، وأيضا ظروف اعتقال الصحراويين وزجهم في السجون، إلى جانب حالات التعذيب والنفي والطرد، وأيضا هناك شهادات حتى تتحدث عن قتل التعسفي. ضف إلى ذلك النهب المستمر لثروات الشعب الصحراوي. وبالتالي إذا قمنا بعد جرائم هذا المحتل فهي عديدة، وبالتالي دور الحقوقيين ودور البرلمانيين النزهاء هو تسليط الضوء عن حقيقة وكشف هذه الجرائم. وبالتالي لما نعرف طبيعة هذا النظام الذي هو تعود على شراء الضمائر وعلى شراء ذمم بعض الصحفيين الذين يروون قصص خيالية عن حكمه وعن أن كل أمور على ما يرام، وهو هم باعوا ضمائرهم. وبالتالي لما يتعلق الأمر ببرلمانيين نزهاء وبحقوقيين همهم الأول والأخير هو وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، هنا يقف عاجزا عن شراء هذه الذمم، وبالتالي يمارس المنع وبالتالي يمنعهم من دخول الأراضي الصحراوية وتوثيق ما يجري في الميدان، توثيق، لأنه ذلك من شأنه أن يفضح جرائمه ويجعله في وضعية هو في غنى عنها. وبالتالي لو قارنا أساليب الكيان الصهيوني التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية هي نفسها يمنع المساعدات، يمنع تقصي الحقائق، يمنع من تواجد وسائل. لاحظنا كيف حرب الإبادة في غزة لم تستثني الأطقم الصحفية. لماذا الصحفيين؟ لأن دورهم هو توثيق ما يحدث في الميدان. نفس الشيء يقوم به هذا النظام الاستيطاني المحتل، يقوم بمنع زيارات لوفود حقوقية ولبرلمانيين نزهاء حتى لا يتم توثيق جرائمه ويستمر في جرائمه ويستمر في سياسة الأرض المحروقة أو سياسة الأمر الواقع، وكأن الصحراويين يقابلون بما يريد أو يخطط له في حين الحقيقة هي الغير. وبالتالي الشعب الصحراوي يحتاج لمن ينصت إليه، لمن يوثق شهاداته بأنه يتعرض للمضايقات وبأن حقوقه مهضومة وبأنه لن يقبل إلا بالاستفتاء الذي يفضي إلى تحقيق حلم هذا الشعب وهو الاستقلال من هذا المحتل المغربي. بروفيسور موسى عاشور، كيف ينظر القانون الدولي لهذه السلوكيات القمعية بحق هذه الوفود الدولية المستقلة التي جاءت بغية رصد وضعية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة؟ مشكورة أستاذ. يعني اليوم أنا بعد احترامي للمشاهد الكريم والزملاء الأكاديميين قد أقول اليوم نحن نترحم حقيقة على القانون الدولي. نزف أنه اليوم فقدنا القانون الدولي منذ 3 سنوات، وكيف اليوم نريد أن نتحدث عن قانون أصبح تحت أو خلينا نقول داخل يعني نفق مظلم مغلق أو لا نستطيع تفعيله على أرض الواقع. وهذا يدل على اليوم تم يعني صراحة من الدول التي هي معروفة والمنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة وتتابع، وحتى المحاكم الدولية اليوم أصبحت أيضا في سبات وهناك توجيهات وهناك إن دل يدل على ما يقوم به اليوم. نعود إلى موضوعنا. فعلا اليوم يعني خلينا نقول الكيان المخزن يجب أن نسميه ونعطيه نفس الصفة كما تفضل الزميل، مقارنة ومقايضة مع ما يقوم به الكيان اليوم في الأراضي خلينا نقول الفلسطينية المحتلة. أيضا نفس الشيء ما يقوم به اليوم هذا المخزن، إن كان مسير أو إن كان من هم أيضا يسيرون هذا العمل الداخلي السياسي والأمني داخل هذا المخزن. بالتالي ما نلاحظ أيضا من اضطهاد أيضا المجتمع المغربي. يعني اليوم هنا أصبحنا وكأننا نلاحظ يعني مجموعة أصبح حتى المنظومة السياسية الداخلية ليست لها كيان أو وجود على أرض الواقع واستنزفت، وهناك من يقوم يعني يقوم بالتجاوزات، وكما يقال المثل إن لم تستحي فافعل ما شئت. هذا يجب أن نتحدث اليوم عندما نتحدث عن قرار الأمم المتحدة الذي أعطي حق الاستفتاء لهذا الشعب الصحراوي وما يقوم به. أيضا يجب أن نتحدث عن الحماية، نتحدث عن قرار يجب أن يكون هناك حماية، هناك آليات كيفية السيطرة وكيفية متابعة ما يحدث داخل خلينا نقول داخل الأراضي الصحراوية. أيضا يجب أن نتحدث أيضا اليوم هناك دول يجب أن تتحدث وتتواجد في عندما نتحدث اليوم وفد رفيع مستوى مثل هذا الوفد اللي هو يعتبر خليط من خلينا نقول المجتمع السياسي والشخصيات سواء كانت يعني حقوقية أو مراقبين يعني حتى أو برلمانيين. هذا يسيء حتى للمنظومة خلينا نقول العلاقات الدولية. صحيح. يعني بالتالي ما يقوم به اليوم يعني حقيقة المحتل نقولها بكل يعني أريحية
في الأراضي الصحراوية هو طمس حقيقة هذا الشعب في تقرير مصيره. يعني يريد قبل الوصول للاستفتاء أو ما نعمل عليه من استفتاء يجب أن تكون هناك أرضية استراتيجية للوصول بالضبط. كل هذه الأشياء أصبحت ممنهجة لإنهاء المشروع الصحراوي وإنهاء حتى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكيفية هذه الإجراءات الدخيلة والتي تسيء وتشين للعلاقات والقوانين والأعراف الدولية. جيد. دكتور العروسي، يعني وفد من الحقوقيين الذين قدموا إلى الإقليم المحتل من شخصيات وازنة سياسية، مما يخشى المغرب ما دامت الأمور تسير على ما يرام في الأراضي المحتلة حتى يمعن في هذه السياسات الخاصة بالتعتيم الإعلامي والإغلاق على هذا الإقليم؟ دعني بداية سيدي الفاضل ننطلق من نقطة هامة، وهي أنه ما دام هناك وفد حقوقي يريد أن يزور الصحراء الغربية فهي رسالة أيضا للشعب الصحراوي أنهم ليسوا وحدهم. فحتى الداخل الصحراوي من خلال هذه الزيارة أو هذه المحاولة لدخول إقليم الصحراء فهو يطمئن الشعب الصحراوي أن القضية الصحراوية لا تزال نابضة، لا تزال موجودة على مستوى المحافل الدولية. ولما قبل قليل سمعنا المتحدث باسم الوفد الإسباني وهو يعكس أن المسيرة التي رأيناها في نهاية السنة الماضية، المسيرة المليونية في عاصمة إسبانيا مدريد التي عكست فسيفساء المجتمع الإسباني المتضامن مع القضية الصحراوية، هذا يؤكد حتى لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع في الإقليم الصحراء الغربية نتيجة الاستعمار والاحتلال الإسباني تاريخيا. وبالتالي أعتقد هي رسالة قوية جدا للشعب الصحراوي أنه هناك أيضا حقوقيين مهما كانت تركيبتهم وانتماءاتهم وشاربيهم يقفون مع القضية الصحراوية. من جهة ثانية أيضا هي رسالة أيضا لأنه القضية الصحراوية لم تمت. حتى القرار الأممي الأخير اللي صدر من الأمم الدولي والذي تم يعني تأويله بقراءة مختلفة من طرف الرواية المخزنية تسقط تلك الرواية على أنه فعلا القضية الصحراوية لا تزال قضية مسجلة في الأمم المتحدة ومسجلة في قرار الذي شكل بعثة المينورسو رقم 690 سنة 1991 المؤكدة لهذه البعثة التي وظيفتها إصرار وقف إطلاق النار وتنظيم استشراف الشعب الصحراوي. لكن بالمقابل أيضا كان المخزني لأنه مطبع الآن، والآن كل إملاءاته تدار من خلال العلب السوداء بتحكم قوي جدا للنظام المخزني، النظام الكيان الصهيوني في النظام المخزني. أكيد هو يعتم، يقلل، يغلق ويمنع ويعزل كل شيء يعطي إشارة أن هناك يعني حياة غير طبيعية للشعب الصحراوي. أكثر من هذا دعني فقط ملاحظة فقط أستاذ فاضلة أن الشعب الصحراوي بالمناسبة تحركوا حتى داخل الإقليم وحتى داخل الأراضي المحتلة تعكس أنه هناك قمع، لأنه بالمناسبة ما دام هو الآن يروج لخيار الحكم الذاتي في آخر قرار أممي، بالتالي لماذا يخاف من هذه البعثات لدخول المستقلة وهي بعثات مستقلة؟ نعم، لماذا يخاف؟ وهذا يؤكد على أن المقاربة التي يشتغل عليها مقاربة غير صحيحة، مقاربة باطلة، وإنما جاءت للشراء كما قال قبل الأستاذ سمير لشراء ذمم وكثير من الأصوات، ورأينا الكثير من الفضائح التي مثلت طالت برلمانيين في البرلمان الأوروبي من أجل يعني المضي قدما في المقاربة المغربية لإيجاد حل في إقليم الصحراء الغربية. نعم، أعود مجددا إلى ضيفي الكريم سيد مبيركات. يعني مما تابعناه أن هذا الوفد الإسباني الذي حاول الوصول إلى إقليم الصحراء المحتلة ولكن تؤجوا بها بالطرد والمنع والغلق، سيد مبيركات، يعني أن ترفع نائب في الكونغرس الإسباني والتي كانت ضمن هذا الوفد دعوة رسمية ضد المغرب لانتهاكه القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدة أن السلطات المغربية تعاملت بالقوة والإقصاء مع هذا الوفد. إلى أي مدى هي خطوة إيجابية في مواجهة سياسة عدم الإفلات من العقاب أو الإفلات من العقاب وكذلك المساءلة الدولية؟ نعم، الحقيقة هي خطوة جريئة وخطوة في الوقت المناسب وخطوة قانونية. نرجو أن لجميع الإخوان الذين سبقوها أن يحذوا هذا الحذو. كما نلفت الانتباه أنه حتى الصحافة المغربية شنت حملة على الوفد، فاتهموهم بمخابرات واتهموهم بأجندات أجنبية واتهموهم باستهداف الاستقرار في المنطقة وعلى أنهم يريدون أن يثيروا الشغب وكذا وكذا. هذا من جانب آخر ندعو النائب يوني
تضيف قضية أخرى، وهو هذا الاستهداف من طرف الصحافة المغربية. هذه الدعوة هي حقيقة دعوة ستجعل من المحاسبة أمر ضروري، ومن المتابعة، لأنه الحقيقة لأن هذه التجاوزات التي وصل إلى الحل المحتل المغربي دون متابعة ومحاسبة، بل يبدو أن الاحتلال المغربي حصل على الضوء الأخضر من قبل حلفائه الغربيين، القوى الدولية الحاكمة، حصل على الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات، وحصل على شيك على بياض لارتكاب كل الجرائم في حق الإنسان الصحراوي. هذا بسبب عدم المحاسبة وعدم المتابعة. كما قال الإخوان، نحن الآن نعيش مرحلة صعبة على أن القانون الدولي يحتضر. نحن نشاهد ما شاهدناه في غزة وما شاهدناه في عدة أماكن من العالم. القانون الدولي الذي نسعى إليه ولمحاسبة الاحتلال ومحاسبة غيره والأنظمة الفاسدة، القانون الدولي الآن يحتضر. الاحتلال المغربي يعيش فسادا في المنظمات الدولية بشراء الذمم، ويعيش فسادا كذلك في الاستهداف الصحفيين والحقوقيين والبرلمانيين بشراء ذممهم بالأموال. إن لم تأتي الأموال معهم بنتيجة، يقومون بتفعيل بيغاسو واستهدافهم كذلك بالتجسس عبر تطبيق بيغاسو. يعني على أن الاحتلال المغربي حصل على، كما قلت، الضوء الأخضر ليفعل أي شيء في كل أنحاء العالم ويستهدف ما يشاء، على أساس أن يمنع ويرضع أي قوى أو أي جهة تتحالف مع الشعب الصحراوي أو تناصر الشعب الصحراوي. الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، لا من القانون الدولي الإنساني ولا من قانون حقوق الإنسان، دون محاسبة ودون رقيب. هذا القانون الدولي الآن هو الذي يحمي القضية الصحراوية، يحميها من هذه الاستهدافات رفقة العديد من أحرار العالم. وأنا من هذا المنبر أقدم شكري لكل أحرار العالم الذين جاءوا إلى المنطقة للتضامن معنا ولكشف هذه وفضح الانتهاكات، وعلى رأسهم الشعب الجزائري والإعلام الجزائري والدولة الجزائرية والدبلوماسية الجزائرية. حقيقة سيد مبيركات، سأعود إليك لاحقا، عذرا على المقاطعة. بروفيسور بوعيسى، ما أهمية هذه الدعوة التي يعني أعلنت عن رفعها هذه النائب بالكونغرس الإسباني على سبيل مواجهة الممارسات المغربية بحق الصحراويين وكسر الحصار الإعلامي على هذا الإقليم؟ طبعا لاحظنا أنه منذ أن صادق مجلس الأمن الدولي على اللائحة الأخيرة أصبح غير النظام المخزني من لهجته، وأصبح يتحدث عن الشرعية وعن مجلس الأمن، وكأنه فجأة اعترف وأصبح يعترف بالقوانين الدولية وبالقانون، ويقول أنه أنا أحتكم للشرعية الدولية وهي تنص على الحكم الذاتي حسب تقديره وحسب روايته. وبالتالي مثل هذه الدعوات هي تحرجه أمام المجتمع الدولي وأمام الحقوقيين. أنت الذي تتغنى بالشرعية وتتغنى باحترام القانون، لماذا الآن لا تحترم هذه الشرعية ولا تحترم القانون؟ بالتالي هو من أنصار الذين يحترمون القوانين التي تكون على مقاسه فقط. أما إذا كانت هذه القوانين لا تخدم أجنداته، لا تخدم طموحاته التوسعية الاستيطانية، فهو يخترقها ولا يبالي بها. لاحظنا كيف أنه ضرب عرض الحائط بقرارات المحكمة الأوروبية وأيضا التي أفتت بضرورة عدم جواز الاستنزاف ثروات الشعب الصحراوي، وأن الشعب الصحراوي هو الوحيد المسؤول عن هذه الثروات، وبالتالي هو لا يبالي إذا لم تكن تخدم أجنداته، تخدم سياساته التوسعية الاستيطانية. ولهذا أعتقد أن هذه الدعوات هي التي تقلقه والتي تحرجه، لأنه إذا كان استطاع أن يشري ذمم صحفيين وأن يعقد صفقات سياسية مع أنظمة معينة، فإذا تعلق الأمر بالمجتمع المدني تصبح هي الحلقة الأصعب، لأنه صعب جدا أن تقوم بشراء ذمم مجتمع مدني
برلماني حي حقوقيين، طبعا حقوقيين برلمانيين، وبالتالي سيجد صعوبات في التعامل معه وسيحرجه. أكيد أنه سيجند آلاته الإعلامية وسيجند برلماني من أجل يعني القيام برد فعل، لكن ما حدث والآن أصبح منزعج من هذه الخرجة التي لم يكن ينتظرها، خاصة وأنه الآن منشغل بفعالية كأس إفريقيا وطموحه في الترويج لها، وإذا به تفاجأ بمثل هذه الخرجة أفسدت كل خططه التي بناها. طبعا لأنه النظام مبني على الكذب، لما تسوق الأكاذيب ثم تأتي في ظرف زيارة فقط تفضح وتقوم بتخريب كل ما بانه من أكاذيب بزيارة واحدة. إذا تكررت مستقبلا مثل هذه الزيارات الأكيد سيقع في حارة شديد، لأنه منع مرة الأولى وسيمنع مرة ثانية، لكن إذا تكررت مثل هذه المظاهر سيجد نفسه معزولا حتى من حلفائه، لأنه تمس بمصداقية من يدعم هذا النظام، سواء تعلق الأمر بالنظام الفرنسي والإسباني الذين يدعون الديمقراطية ويدعون احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها. كيف لهم أن يؤيدوا نظام لا يحترم هذه الحريات ولا يحترم حق هؤلاء في تقصي الحقائق؟ لأن زيارتهم هم مدنيين ليس وفود عسكرية طبعا، وزيارة كلها تحكم طابع ودي. الهدف الأساسي هو تسليط الضوء. إذا كنت أنت خائف من الحقيقة، لماذا إذن تدعي أنك صاحب الحق؟ صاحب الحق لا يخشى شيء. وبالتالي من مصلحته أن يستدعي هؤلاء، تعالوا زوروا الأراضي ولاحظوا كيف صحيح أنني أروج لمشروع الحكم الذاتي وهم أرادون، لكن هو يخشى العكس، يخشى أن تنكشف ألاعبه. لهذا يسعى للتضييق، يسعى للتعميم وعفوا للتعتيم، وحتى يروج إلا لروايته التي لا يصدقها إلا نفسه. حتى شعبه مل من هذه الأسطوانة، وبالتالي هو عاجز في وضعية العجز، والعاجز دائما يفقد أعصابه، ومن يفقد أعصابه نجده ويلجأ إلى هذه المناورات وهذه الممارسات. جيد. بروفيسور موسى عاشور، استمرار منع هذه الوفود الرسمية أو الوفود الدولية من الوصول إلى الإقليم الصحراوي، إلى أي مدى هو أيضا يضيف قرينة جديدة تكشف حقيقة وخطورة ما يجري من انتهاكات جسيمة في الإقليم؟ يعني أستاذ الفاضل، اليوم نتحدث عن المخزن هو له أكثر من 50 سنة وهو يمارس هذا السياسة للأسف في مرحلة من المراحل كان يمارسها تحت الطاولة، خلينا نقولها بصحة العبارة، لأنه أردت أن أؤكد اليوم بدعمه من الكيان أصبح ينفرد في الساحة للأسف، لأنه ليست من سماته ولا ليست من شخصيته وليست من رجولته. لم يعني ما عهدناش هذا الشيء من قبل. اليوم لاحظوه أنه أصبح هناك يعني مزايدة شوية في التصرفات. لا بالضبط، جرأة، نعم هي جرأة. لكن عودة إلى الموضوع أستاذ الفاضلة، يعني حتى كنا نتمنى اليوم، هو لم يكتفي فقط بهذا الوفد. هنا قبل هذا الوفد كانت هناك العديد من الوفود الأوروبية تم أيضا طردها، أيضا صحفيين دوليين. وعندما نلاحظ الإعلام المسير أيضا فاقد أو بائع الدمم وكذا، اليوم يتحدث على المواقف المغرب ووجودها في منطقة الصحراء الغربية. للأسف نحن لم نلاحظ هذا الشيء، حتى يعني بنكتة لم نلاحظ هذه الأشياء. وبالتالي اليوم يعني نتأسف أنه يجب هناك إجراءات يعني قضائية على مستوى المحاكم الأوروبية وتكون متكررة، نعم، وضغط مستمر على وقف يعني وكبح جماح هذا الكيان الذي أصبح حقيقة يسيء للمنظومة يعني والشرعية الدولية، وأيضا يسيء حتى في العلاقات خلينا نقول اليوم بين الدول، ويقوم كسم ينتشر في داخل المجموعة الأوروبية. نلاحظ حتى بغض النظر اليوم هناك أيضا حتى الإعلام الأوروبي أصبح يكتشف هذه يعني خلينا نقول المزايدات التي يقوم بها هذا المخزن. نتحدث أيضا حتى الشارع الغربي أصبح اليوم خرج عن صمته ما يقوم به أيضا هذا اليوم المحتل اليوم الذي ضرب في عرض الحائط كل هذه يعني خلينا نقول الأعراف والقوانين وحتى النصوص الدولية القانونية عفوا التي
تعطيه حق يعني في كيفية مصايرة هذا الوضع بطريقة. اليوم كان هناك قرار دولي على أساس يكون عملية الاستفتاء بطريقة شرعية بطريقة قانونية كما تفضل الزميل. عندما تكون صاحب حق لماذا تذهب إلى هذا الثوب الذي ليس من ثوبك؟ نتحدث تاريخه كله حافل للأسف. هذا الكيان دائما تاريخه حافل حقيقة بالنميمة ويعني من التزييف كذا الحقائق. لكن اليوم الشعب الصحراوي العالم كله حقيقة اليوم المجتمع الدولي كله أصبح يلتف حول القضية الصحراء الغربية. يعني بغض النظر هناك كانت بعض المراحل كانت هناك طمس لبعض الوقائع التي كان يقوم بها هذا المحتل اليوم الاستيطاني في الأراضي ليست أراضيه يعني، وهذا عبر التاريخ نعي جيدا. ولا ننسى أنه أيضا الصحراء الغربية أيضا اليوم هي عضو في الاتحاد الإفريقي. يعني كل هذه الأشياء نعم أصبحت اليوم يجب اليوم حقيقة وقفة رجل واحد داخل الوضع الإفريقي ما يقوم به، لأنه هذا مساس يمس هذه القارة الإفريقية. نعم. التصادم الدولي اليوم هو ما جعل اليوم هذا الكيان ينفرد داخل داخل الوضع الإفريقي. نعم. ويجب وقفه وكبح جماحه. وهي ممارسات دكتور العروسي يعني تفضح هذا الاحتلال المغربي أمام الرأي العام الدولي إدانة واسعة حقوقية واسعة لما جرى، لمحاولات يعني عزل الإقليم الصحراوي عن أي مراقبة دولية مستقلة كما حدث مع هذا الوفد، ومع هذه الدعوة أو الشكوى التي سترفع على هذه الممارسات. أين يجد المغرب نفسه في هذه الحالة؟ والله في الحقيقة هي فعلا مثل هذه الخطوات الجريئة التي يعني هذا الوفد لم يكتفي فقط أنه منع من الدخول وهو يعود يعني هكذا، بالعكس يعني انتقل إلى خطوات أخرى تتعلق بلماذا يمنعنا. كما قال الأساتذة ما دام المقاربة يشتغل عليها مقاربة يرى أنها قانونية وشرعية، فلماذا الذهاب إلى هذا السلوك حقيقة لتزييف الحقائق، لمواصلة الكذب ومواصلة القفز على حقيقة الوضع الموجود هناك. وهذا يعكس من زاوية أخرى أيضا أنه تدويل هذه الشكاوي وهذه الدعاوى على المستوى الإقليمي والدولي والدولية هي أيضا إحراج للمنظومة الدولية. صحيح. وإحراج حتى القانون الدولي، المنظومة القانونية الدولية. أكثر من هذا أعتقد أهم شيء تم رصده في القرار الأخير وهي تمديد بعثة المينورسو، وهذه البعثة التي جاء في 1991 بمهمة واضحة وهي السهر على تنظيم استفتاء تقرير المصير. ماذا يعني هذا؟ أن القضية الصحراوية تم إعادة ضخ دماء في القضية الصحراوية وهي قضية حية لم تمت، الشيء الذي لا يريد قبوله نظام المخزن. على هذا النحو هو يريد منع أي شيء. أكثر من هذا أعتقد هو يضيف شيئا لروايته. ما دام هذه الأرض هي مغربية بروايته، نعم. فلا نريد أي أحد يدخل إليها، لا حقوقيين ولا شيء آخر، هذا أمر يعنينا. لكن الحقيقة شيء آخر، لأنه حقيقة من دخول هذا الوفد ومن حتى التغطية الإعلامية فهو يعكس واقعا مرا، واقعا أكثر من هذا. الذين موجودين في السجون الكاميرات من عملية الضرب ويعني السلوكات غير أخلاقية وأحيانا حتى غير إنسانية في التعامل مع الصحراويين. هذا يعكس على أن هذه الممارسات يريد نظام المخزن أن يغطيها. أكثر من هذا، منذ اندلاع الكفاح من جديد في أقليم الكركرات القضية الصحراوية عادت للواجهة. نعم. أنا أقول مثل ما كان 7 أكتوبر انطلاق طوفان أقصى وأحيا القضية الفلسطينية من بعيد ودخلت إلى الواجهة من جديد، أيضا القضية الصحراوية بالأخيرة أعتقد أعطت دفعة قوية جدا للملف الصحراء الغربية. وأكثر من هذا أنه المرافعة الحقوقية مستمرة. لا ننسى أيضا ما وقع قبل قليل في إسبانيا وحتى في فرنسا. نعم. قمة الإيكوكو التي كانت قوية جدا. نعم. التي عكست أن هناك متضامنين قويين. والشيء الإيجابي فيها كل هذا من المنطقة، يعني من الغرب، من داخل الغرب، من كبريات العواصم الأوروبية والتي فيها يعني ضخم ثقل كبير للقضية الصحراوية، وهناك ممثل شرعي للشعب الصحراوي في هذه البلدان. وبالتالي أعتقد كل هذه الممارسات أعتقد تسقط أمام حقيقة الأمر الواقع وما تعكسه يعني سلوكيات نظام المخزن من تعتيم حقيقي سواء إعلاميين أو حقوقيين على كل ما هو موجود من انتهاكات على مستوى الأرض وفي حق الشعب الصحراوي.
تحول مجددا إلى ضيفي الكريم سيد مبيركات. يعني كل ما حدث هو كما تفضل الأساتذة الأكارم اختبار حقيقي ومصيري لضمير العالم ولمصداقية المؤسسات الدولية للكشف عن حقيقة ما يجري داخل الأراضي الصحراوية المحتلة، وما يثير العديد من التساؤلات حول واقع ووضعية حقوق الإنسان والحريات العامة هناك، بالنظر أيضا سيد مبيركات إلى كل ما يمارس من قمع ممنهج لكسر إرادة المناضلين الصحراويين. فعلا هو كان اختبار، وفعلا أريد أن أذكر هنا في هذه النقطة بالذات على أن الاحتلال المغربي سبق وأن تجاوز هذا الاختبار عندما فتح المنطقة من سنة 2012 إلى سنة 2014. زارت المنطقة عديد من المنظمات في تلك السنتين وشخصيات سياسية وحقوقية، على رأسها السيد المبعوث الأممي كريستوفر روس آنذاك. وقد خرجت الجماهير بشكل أرعب الاحتلال المغربي أثناء الزيارات الثلاث للمبعوث الأممي. كذلك في زيارة 2013 شهر أبريل زيارة منظمة العفو الدولية، خرجت الجماهير إلى كل شوارع مدينة العيون بشكل مكثف وكبير، حق كبير جدا. على إثر هذا الزخم قامت الولايات المتحدة بتقديم مسودة لمجلس الأمن في سنة 2013 شهر أبريل، وهذه المسودة تطالب بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. هنا تدخلت الدولة الفرنسية الراعية الاحتلال المغربي وهددت برفع الفيتو. من هذا التاريخ بدأ الاحتلال المغربي يتأكد على أن الصحراويين لو وجدوا مساحة للتعبير عن حقهم كشكل من أشكال المصير سيطالبون بالاستقلال. هذا يغض مضجع الاحتلال ولا يقبل بفتح هذا الهامش من الحرية. هون المتابعات المطلوبة هي المرجو على أن هذه المتابعات لا تتوقف، هذه المساءلة، لأنه من المنظور الحقوقي نحن لا نطالب بامتياز سياسي، بل نطالب بالتزامات قانونية واضحة من طرف المنتظم الدولي، فتح الإقليم أمام المراقبين الدوليين، إنهاء هذه السياسة الإفلات من المساءلة، احترام حق الشعب الصحراوي. نحن لا نطالب بشيء خارج القانون الدولي، نطالب بتطبيق القانون الدولي، نطالب بتوسيع صلاحية المينورسو، البعثة الوحيدة في العالم التي لا تقرر عن حقوق الإنسان. نعم. المشكل الكبير على أن كل هذه الانتهاكات وهذه الجرائم وهذا المنع وهذا الحصار يقع أمام أنظار بعثة المينورسو. الصحراويين اليوم كما قلت سابقا نحن نعتبر مدنيين محتجزين تحت الاحتلال المغربي، وهذه هي الحقيقة الساطعة. نحن محتجزين، أبناؤنا يهاجرون قسرا عبر قوارب الموت لدول أخرى أو يزلزل بهم في السجون. هذا هو أكبر احتجاز. نعم. يعني على أنه تفضل. نعم. كريمة. طيب بروفيسور بوعيسى، يعني انطلاقا ما تحدث عنه ضيفنا الصحراوي الكريم، معاناة آلاف الصحراويين داخل المخيمات وفي الشتات من مختلف أساليب القمع والتشريد والتجويع وغير ذلك من الممارسات المغربية في ظل غياب حل عادل وشامل لهذه القضية الصحراوية. هل يعمل المغرب على كسر إرادة المناضلين الصحراويين بهذه الممارسات أمام هذا الصمت الدولي الذي لا يحرك ساكنا لحل هذه القضية باتجاه إيجابي؟ طبعا هو الآن يغنم ما يجري في الشرق الأوسط. لاحظنا أن حرب الإبادة التي تمس الأراضي الفلسطينية وسط صمت دولي رهيب، هو استفاد من هذه التجربة ويكررها على الشعب الصحراوي الأعزل. نفس الممارسات من تقتيل مبرمج، من تعتيم وسط تعتيم إعلامي، من تشريد، والآن الحالات المقلقة
هو حالات طرد تعسفي من أراضي لأنه الآن أصبح يلعب على سياسة الديموغرافيا، يريد توطين المغاربة في الأراضي الصحراوية، وهذا مؤشر ودليل على أنه في قرارة نفسه يعلم جيدا أن الحل الوحيد هو الاستفتاء. لهذا يريد ربح الوقت، كسب الوقت، المزيد من الوقت، سنة، سنتين، 3، 4، حتى يصبح العامل الديموغرافي في صالحه من خلال سياسة التوطين. لأنه ما يحدث في الأراضي المغربية من تدمير للمباني وتهجير الآن السكان الذين كانوا يقطنون في عدة أقاليم مغربية، يقوم بتهجيرهم إلى الأراضي الصحراوية ويقول هذا هو الحل الوحيد لكم، هذه هو موطنكم، وبالتالي كأنها أرض الميعاد بالنسبة إليهم. وهذا العامل الديموغرافي هو الذي سيصب في مصلحته مستقبلا أمام طرد الصحراويين. وبالتالي كما قلت في البداية، إذا قمنا بحصر جرائم أو عد جرائم هذا المحتل فهي عديدة، من بينها التعذيب والقتل والنفي والتشريد وغيرها، وحرمان من الحقوق السياسية والمدنية، حق التمدرس إلى آخره، نهب الثروات الطبيعية وغيرها، وسط تعتيم إعلامي. حتى في حالات الحروب لاحظنا أنه يعني تصلنا الصور عن مجريات المعارك، عن ما يحدث في الميدان، إلا الأراضي الصحراوية، وأنها سجن مغلق محكم الغلق، لا نعرف ما يحدث. نادرا ما يتم تسريب بعض الصور عن انتهاكات حقوق الإنسان، كيف يتم التعدي حتى على النسوة الصحراويات، النساء الصحراويات الحقوقيات الذين يعبرن بصفة يعني سلمية عن رأيهن، عن حقهن في التحرر وفي الاستقلال، ويقوم بتعنيفهن من قبل البوليس المغربي. وهذا دليل ومؤشر خطير على أن وضع حقوق الإنسان هو وضع مزري جدا. وبالتالي هذه التراكمات كلها هي التي تجعله الآن يعني يستعرض عضلاته، ما دام أنه أصبح يستقوي للأسف بالكيان الصهيوني وخططه وبالقوى الغربية. ولما تستقوي بالكيان الصهيوني يشعر نفسه بأنه لن يخضع للمحاسبة ولن يخضع للمراقبة، وكأنه فوق القانون ولا خارج عن القانون. وبالتالي هذا السلوكات هي سلوكات من هم خارج القانون. وبالتالي إذا قلنا ورجعنا للوراء، الماضي الاستعماري لعديد من الدول كانت لها نفس الممارسات من قتل ونهب وتخريب ونفي وأيضا تعذيب في السجون. لكن التاريخ لا يرحم، لأن التاريخ سيستذكر ماذا؟ مآسي الشعوب، ولكن يذكر أيضا من كان سببا في هذه المآسي، وهو سبب في هذه المآسي بسياسته العنصرية وبسياسته التي لا يحترم فيها أدنى حقوق الإنسان، من ذلك حق الحياة. الحق الحياة بالنسبة للصحراويين أصبح مهضوم، لأنه نتحدث عن وفيات قسرية، ضف إلى ذلك محاكمات لا تستند أو لا يتم فيها احترام أدنى الحقوق، من ذلك يعني حق المحاماة وغيره. وبالتالي هذه لأنهم مدنيين ويتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، ويتم إصدار حقوق يعني أحكام ثقيلة وثقيلة جدا، حتى أن ظروف الآن السجون أصبحت يعني مخزية جدا. وبالتالي هذه الحقائق التي يعني أصبحت معلومة لدى رأي العام هو التي يريد هذا النظام مخزني إخفاقها، خاصة إذا تم توثيقها من قبل حقوقيين ومن دولة إسبانيا. هو لديه حساسية مفرطة من جانب الإسبان، لأنه يعلم جيدا أن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه الإسبان في حق الشعب الصحراوي، فإذا كانت هناك ضمائر حية من المجتمع الإسباني فهذا الأمر يزعجه جدا، ويريد إخفاق هذه أو إغلاق هذا الموضوع وإخفاء هذه الحقائق حتى لا تظهر أمام المجتمعات الأوروبية الأخرى ورأي العام الدولي. طيب بروفيسور موسى عاشور، يعني الاحتلال المغربي لا يلاحق فقط الأصوات المطالبة بحق تقرير المصير لهذا الشعب الصحراوي أو يمنع يعني توسع دائرة التضامن مع هذه القضية، ولكن داخل الأقاليم أو الإقليم الصحراوي انتهاكات بالجملة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان هناك. شكرا. يعني اليوم أردت أن أعرج على نقطة مهمة يعني حقيقة وستكون يعني خلينا نقول لواحقها يعني عن قريب جدا، عندما نلاحظ اليوم ما يقوم به اليوم الكيان المخزن الأسود هذا. يعني حقيقة هو له مشروع أو رؤية استراتيجية مستقبلية في كيفية التهجير القسري للمجتمع الصحراوي وتبديل خلينا نقول مجتمع بمجتمع يعني دخيل على المنطقة، ليكون هناك مساعدة واستراتيجية في عملية الاستفتاء مستقبلا. ما يقوم به اليوم يعني خلينا نقول المخزن من حقيقة قتل وقمع وغطرسة
وتجويع وعدم وسلب كل، خلينا نقول، إمكانيات خيرات هذا الصحراء، الإقليم الصحراء الغربية، ما سيجعل أيضا يعني ذهاب المجتمع والغطرسة يعني خلينا الممنهجة سيجعل خروج هذا المجتمع أو طرده بطريقة وأخرى. وبالتالي اليوم هو الفترة التي يقوم بها الآن مرحلة بكيفية طرد يعني وعدم استقبال كل الفئات، يعني خلينا نقول السياسية والبرلمانية والإعلامية، إن دل يدل على ما يقوم به من الآن من أساليب جديدة استعمارية مبتكرة جديدة في سياسة التجويع، في سياسة الطرد، في سياسة القتل، في سياسة القطر، في سياسة أيضا السجون. اليوم أصبحت السجون ممتلئة، والتعذيب المستمر يعني اليوم، وإحضار يعني ما يقوم به اليوم في المغرب بكيفية تهديم البنية بعض المجتمع المغربي وترحيله إلى المنطقة الأراضي الصحراوية، أن دل يدل على هناك أيضا مشروع ترانسفير هذا بطريقة أخرى لتساهم وتساعد كأنه مجتمع صحراوي موجود في هذه المنطقة ويقوم بالاستفتاء، ويكون هناك. هذا هو اليوم المخطط الاستراتيجي المدعوم من طرف الكيان. إذا عدنا إلى الموقف المغربي، ثقي تماما السادة الفاضلة، لا يوجد أحد يعني يثق في هذا الكيان، لأن الكيان هو له مشاريع وأجندات أخرى في المنطقة. السادة الفاضلة، يجب أن نعي هذا العمل. اليوم ليس له صديق الكيان، يعني ونعي جيدا ما حدث فيما قام به حتى يعني خلينا نقول نتنياهو عندما تحدث وقال نحن اليوم نبحث عن الخريطة الكبرى. إذا اليوم حتى أصبحت المعجزة، هذا الحلم عشم إبليس في الجنة، يبحث حتى التوسع في المنطقة الإفريقية عبر هذه اليد العاملة، خلينا نقولها بكل صحة العبارة، يد عاملة رخيصة اليوم للأسف ليست لها يعني مبدأ وليست لها تاريخ، لأنه الذي ليس له تاريخ افعل فما تشاء، يعني إن لم تستحي فافعل ما تشاء. وبالتالي اليوم نقولها بكل أريحية أن يجب الحيطة والحذر حتى من المنطقة. عندما تحدث عن الوضع الإفريقي يجب أيضا أن يكون لإفريقيا أيضا قوة استراتيجية في كيفية لملمة وكيفية يعني كبح جماح هذا الكيان الموجود في المنطقة الذي يريد يعني خربطة الأوراق ويبحث عن التوسع في المنطقة الإفريقية عبر هذه الوسيلة. وهذه البوصلة، قضية الصحراء الغربية هي قضية يعني إنسانية، حق هذا الشعب في التقرير المصري. لسنا نحن الذين نقول هذا، بل هي قرارات الدولية، أكثر من 1000 قرار حول هذا موضوع الصحراء الغربية في الأمم المتحدة. وبالتالي اليوم هذا التوجه لكيفية يعني عملية الاستفتاء، لكن المشروع الصهيوني الكياني خلينا نقول المخزني له مشروع في كيفية خربط الأوراق وكيفية يعني إخراج هذا المجتمع الذي له حق بإحضار مجتمع خلينا نقول استيطاني جديد في هذه المنطقة ليتوسع في هذه الرقعة الجغرافية المستقبلية. لأنه اليوم نحن نتحدث عن قارة إفريقية خصبة، ونعي جيدا القارات اللي أصبحت في شيخوخة، والتوجه الاقتصادي اليوم والحرب الاقتصادية الدولية هي في هذه المنطقة. وهنا نتحدث عن الحيطة والحذر، وعلى المغرب كبح جماحه من ما يقوم به من يعني خلينا نقول إجراءات غير قانونية وغير أخلاقية. نعم دكتور العروسي، يعني انطلاقا مما تفضل به البروفيسور موسى عاشور من هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، هل استمرار غلق وخنق الإقليم وعزله عن استقبال هذه الوفود الدولية هل سيطمس الحقيقة؟ هل سيمكن أو سيمنع هؤلاء سواء كل الناشطين والمتضامنين مع القضية الصحراوية ومن أداء واجبهم الأخلاقي والقانوني إزاء هذه القضية؟ أعتقد دائما التاريخ يجيبنا على تجارب سابقة. يعني أين هو الاستعمارات التقليدية في إفريقيا؟ أين هو الاستعمار الفرنسي في الجزائر؟ وأين هو وأين هو؟ أعتقد كل استعمارات أحيانا يحكمها منطق الغباء. لماذا؟ لأنها لا تعي جيدا أن الشعوب لما تثور الشعوب ولما الشعوب يرتفع منسوب الوعي لديها من خلال المرافعة على حقوقها وعلى أراضيها، في كل هذا أعتقد القضية تبقى مستمرة وحية في ضمائر أحرار العالم. دعيني أقول في هذا السياق أستاذة فاضلة أنه الشعب الصحراوي في المقابل يكسب الكثير من النقاط الإيجابية في مساره، آخرها اللائحة الأممية. لأن أكثر من هذا، لما نجد مجلس الأمن الدولي يكلف الأمين العام المتحدة لمباشرة مفاوضات مع طرفي النزاع ويعترف بأن هناك ممثل للشعب الصحراوي. أكثر من هذا، لما يتم تمديد بعثة مينورسوف لسنة إضافية، فهذا يعكس على أن هناك القضية الصحراوية من ورائها قضية تقرير مصير، والشعب الصحراوي من حقه أن يأخذ حقه، إذا لم يكن غدا سيكون عاجلا. أكثر من هذا، القضية الصحراوية عادت للواجهة
على هذا النحو أعتقد الآن من هذا المنبر كإعلاميين وحتى حقوقيين وحتى محامين وحتى على مستوى يعني مختلف الفضاءات اللي التواجد فيها هي مواصلة الدعم للقضية الصحراوية ومواصلة الدعم للشعب الصحراوي، وأكثر من هذا كشف حتى الأساتذة على المقاربة الديمغرافية والتدريب الإعلامي، لكن يبقى المكاسب نضال الشعب الصحراوي وموثق دوليا، والمكاسب القوية في هذا السياق تبقى أحسن إجابة للتمسك بها والمضي قدما للمرافعة حول تمكين الشعب الصحراوي من تغيير مصيره. نعم سيد بريكات، كما يمعن يعني المغرب في تكريس منطقة القوة في مواجهة يعني منطقة القانون انتهاكا لكل الحقوق والحريات العامة في إقليم الصحراء الغربية، بالمقابل وبالموازاة هناك أيضا نهب مستمر لثروات هذا الشعب الصحراوي وتفقيره من كل ثرواته. نعم سأعود لاحقا للسيد بريكات وتوجه لك بروفيسور بوعيسى بذات السؤال. منطق تكريس القوة في مقابل منطق القانون، نهب للثروات بالتفاف على القرارات الدولية أيضا، وتفقير الشعب الصحراوي من كل ثرواته. طبعا، لكن لو نلاحظ أنه من المستفيد من سياسة النهب هو الضريبة التي يدفعها هذا النظام المخزني لمن يسانده ويؤيده، خاصة لو ننظر إلى الشركات الفرنسية التي تستثمر في الأراضي الصحراوية في عدة ثروات سواء الفوسفات وغيرها من المعادن أو اتفاقيات الصيد البحري. من المنتفع بها ليس هو النظام المخزني، بل هو ينتفع فقط أن القصر الملكي هو الذي يستفيد، ولكن الشعب المغربي لا يستفيد تماما، بل من المستفيد الأكبر هي الشركات التي تقوم بنهب ممنهج لهذه الثروات، وهو يغض البصر عن ذلك لأنه همه الأكبر هو أن تؤيده سياسيا، بينما اقتصاديا فهو خاسر في هذا الإطار. لو نقوم بعد ذلك الآن الخاسر الأكبر طبعا هو الشعب الصحراوي، بالرغم من القرارات الأممية، بالرغم من قرار المحكمة الأوروبية، ولكن هو لا يبالي بذلك. في كل مرة يتلاعب بالمصطلحات، يتلاعب باللوائح مع من يسانده من عملائه في أوروبا الذين يتحايلون عن القانون، حتى أنه أحدثت هذه الاتفاقية الصيد البحري كلها وأيضا المنتجات الفلاحية المصدرة إلى أوروبا والتي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة أحدثت ضجة قانونية ثار الحقوقيون، لأنه اعتبروا ذلك ما يحدث عار في منظومة القانونية الأوروبية، لأنه لما نتحدث عن المنظومة القانونية الأوروبية في نظر الأوروبيين هي مرجعية بالنسبة للعديد من الأمم، يتم هي مصدر إلهام في ميدان، وبالتالي هي التي تتعدى على حقوق المظلومين، حقوق شعب لم يتم الفصل في مصيره، لأنه شئنا أم أبينا مع أن القضية الصحراوية في وقت أنها مسجلة في الأمم المتحدة على أن في ضمن لائحة تصفية الاستعمار، هذا له تبعات قانونية أخرى، معناه أن ثرواته لا يمكن لأي طرف التصرف فيها إلا الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي الوحيد هو جبهة البوليزاريو. ولائحة الأمم المتحدة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن واضحة لما حددت طرفي النزاع هو النظام المغربي والشعب الصحراوي وممثله جبهة البوليزاريو، في وقت هو يسعى لتصنيفها ضمن جماعات إرهابية وغيرها من الأساليب والمصطلحات التي يلعب عليها. ولكن الحقيقة شاء أو أبى تبقى واضحة للعيان ولا يمكن إخفاقه، وبالتالي ما يحدث في الأراضي الصحراوية إضافة إلى ميدان حقوق الإنسان هو نهب ممنهج لثرواته وبشراكة مع بعض الشركات الأوروبية لأنه ما يهمها هو الاستفادة من هذه الثروات. نعود مجددا للسيد بريكات ونتحدث عن ما يمارس أيضا ضد الشعب الصحراوي من سلوكيات لتفقيره ونهب ثرواته، وأيضا الالتفاف حول قرارات الشرعية الدولية التي تنادي بحماية حقوق الشعب الصحراوي على أرضه وعلى حقوقه. فعلا أحب أن أشير عطفا على ما قال الأساتذة قبلي بأن سياسة الاستيطان أخذت منحى متصاعد جدا، وأحب أن أقول على أنه الوقت التي تم غلق المنطقة في 2014 بدأت سياسة الاستيطان تأخذ شكل تصاعدي موسع. اليوم العيون المحتلة امتلأت
بملايين المستوطنين، بالمئات والآلاف المستوطنين عفوا. دخلت العديد من الشركات الأجنبية وجلبت معها العديد من العمال. ثروات الشعب الصحراوي اليوم تستفيد منها دول أجنبية متعددة، وأصبحت هذه الدول المستفيدة من ثروات الشعب الصحراوي هي من يوجه الاحتلال المغربي في سياسته الخارجية والداخلية لقضية الشعب الصحراوي. الاحتلال الآن مدعوم من طرف حلفائه الغربيين بثروات الصحراء الغربية، بثروات الشعب الصحراوي. ثروات الشعب الصحراوي هي السبب في معاناته، سبب في تشريد أبنائه، سبب في تفقيره، سبب في تفقير الشعب، سبب في الزج بأبنائنا في السجون. جميع الشباب اليوم وكل من فات تعدى 20 سنة يا إما له خياران، يا إما الهجرة قسرا إلى الدول المجاورة أو اختيار الزج في السجن بتهمة واهية. كل من يواصل نضاله اليوم يهدد بقطع رزقه وباستهدافه بشتى أنواع المضايقات وبشتى أنواع الانتهاكات. هذا الاستيطان الذي توسع وانتشر منذ 2014 بطريقة خطيرة وموسعة، هناك لكي نؤكد على أن هذا الاستيطان تستفيد منه قوى أجنبية، هناك مؤسسات مبنية في مدينة العيون مجهزة عن كاملها لكنها لا تشتغل، كأن هذا الاستيطان مهيأ لأمر ما. يعني على أن هناك بالإضافة إلى الحكم الذاتي على أن هناك قوى أجنبية تريد تضع مخططا لاستيلاء على هذه الأرض دون طرح حساب للشعب الصحراوي. وما يطالب به الشعب الصحراوي اليوم هو حماية دولية. صحيح. حماية دولية له ولثرواته. والقرارات الأوروبية، محكمة العدل الأوروبية وقرارات العديد التي جاءت في هذا الشأن هي حماية لهذا الشعب. لكن جيد سيد بريكات. شكرا. جيد. دكتور رابح العروسي، يعني مشاريع كبرى تنهب باسم هذه الشراكات ليست فقط استغفالا للشعب الصحراوي ولكن حتى التفافا على القرارات الدولية في حد ذاتها. نعم فعلا، وبالعودة إلى حتى القرارات المحكمة الأوروبية التي أقرت ببطلان الاتفاقيات الموجودة، وحتى لما تم إعادتها والحديث على أنه كل الموارد أو المواد تأتي من الصحراء يجب أن يكتب عليها من إقليم الصحراء الغربية. هذا أكبر يعني دليل على أنه هذه الثروات هي ثروات الشعب الصحراوي، هذا الإقليم الذي تحت الحصار وتحت الاحتلال وتحت الاستيطان والناب. وهذا يعكس فعلا على أن هذا المنع الحقوقيين لدخول الإقليم حتى لا يعرفون ماذا يتم من انتهاك ومن نهب الثروات، وحتى هناك تعتيم حتى على هذه الشركات الأجنبية الموجودة هناك. أكثر من هذا كما قال الأستاذ سمير، حتى لو كان الشعب المغربي يستفيد من هذه التبعات، هذه المبيعات، وهذه على الأقل يظهروا على الشعب الصحراوي الشعب المغربي من مستوى معيشي، لكن للأسف الشديد بالعكس. وهذا يعكس أن الإمبريالية العالمية تتحالف مع كل أنماط المستعمرين الذين يضمنون لها زيادة مواردها من حيث نهب الثروات. لأنه بالمناسبة نقول أنه ثروات الصحراء الغربية تعتبر ثروات عذراء لأنها لا تزال جديدة وغير يعني منهكة اقتصاديا، مما يجعل نقول أيضا من هذا كأنه هذا النهب هو بطريقة غير قانونية، كأنه هو تحت الطاولة، كأنه هو خارج القانون الدولي، مما يعكس أن الأنظمة الإمبريالية العالمية التي تتغنى بحقوق الإنسان والقانون الدولي وغيرها لما تكون في صالحها تدعم هذه الأنظمة. ورأينا كثيرا أنها تدعم أنظمة استبدادية ومن ضد من يقمع حقوق الإنسان وغيرها في سبيل ماذا؟ أن تبقى مموردة أساسية لاستثماراتها واقتصاديتها. لكن في المقابل إلى متى يطول هذا الشيء؟ نظام المخزن أعتقد الآن الحصار الاقتصادي هو الذي سيكون الضربة القاضية له، لأنه يبحث على منافذ، يبحث على فتوحات من أجل، لأنه نعتقد أنه النظام المخزني يعيش أزمة اقتصادية كبيرة، لأنه الواقع المعيشي يعكس أن القدرة الشرائية في انهيار، مداخل كثيرة ضعيفة جدا، متاجرة بالمخدرات وما تبعاتها. كل هذا يريد أن يبحث على منفذ آخر من أجل إدخال على الأقل تحريك
التنمية الاقتصادية، ولو أنها بالمناسبة كلها شركات مغربية للوبيات متصهينة يتحكم فيها قرارات الشركات العالمية لزيادة ثرواتهم. وهناك تقارير تؤكد أن كل ما يتحكمون في ساعة القرار داخل النظام المخزني كلهم يملكون شركات وأرصدة أموال في الخارج من أجل ضمان استمراريتها. على هذا النحو التواطؤ مفضوح ومستمر. نعم. بروفيسور موسى عاشور، يعني هذه الأهداف المزدوجة للاحتلال المغربي بشأن القضية الصحراوية ليس فقط يعني إبعاد أي أمل في بناء الدولة المستقلة، وأيضا هدف آخر هو نهب الثروات من أجل تكريس هذا الواقع الاستعمار. أستاذ الفاضل، لو لاحظنا أن المحكمة الأوروبية عندما أقرت بعدم يعني انتهاك الثروات للصحراء الغربية، هذا أكبر دليل على أن هناك نظام قانوني أعطى حق الشعب يعني الصحراوي أو حقه في هذه الثروات، ورفض ما يقوم به أو رفض أنه يستغل هذا الثروات من طرف المغربي. لو لاحظنا في نفس الوقت حتى البرلمان في داخل الاتحاد الأوروبي كان هناك يعني نفور أو كان هناك يعني انشقاق على أساس الانقسام. بالضبط، هذا يدل على اليوم كما تفضلوا الزملاء جميعا على أنه اليوم أنه فعلا حق الشعب الصحراوي في هذه الأرض وحقه. لو طرحنا السؤال أستاذ الفاضلة يعني جوهري، لو كانت الصحراء الغربية ليست فيها هذه الخيرات، هل سيكون هناك شراء دمم أمام هذا الوضع الذي نعيشه اليوم؟ نقطة سؤال مهم للمشاهد الكريم وحتى على النظام الدولي. يعني اليوم لاحظنا أن بعض الدول الغربية المستفيدة لو كان اليوم اسقطنا العمل الاقتصادي معناته تم الاتفاق أو شراء دمم بطريقة اقتصادية، لأن المغرب لن تستطيع دعم مالي لهذه الدول لأن تشتري دممها سياسية. إذن أعطيناكم العمل الاقتصادي وفرناكم المناخ الصحراوي لمدة 10 سنوات أو 20 سنة ثم نعود إلى هذه الخيرات. إذن نلاحظ أنه حقيقة اليوم التلاعب في عندما قلت قبل قليل ترحمنا على القانون الدولي، وأقولها بكل صحة العبارة إلا إذا كان ثبتت رؤية أخرى بعد هذه الرؤية. أقول بكل يعني أريحية أنه اليوم على المجتمع الغربي المستفيد الذي دائما يستهلك خيرات المنطقة، ونعي جيدا حتى الخروج الأوروبي أو الفرنسي خلينا نقول من المستعمرات الفرنسية ونهاية يدل على اليوم يريدون الشبات أو التشبت في أي إجراء يعني اقتصادي، وبالتالي بقيت اليوم نفور إفريقي. أنا أكرر وأعود من هذا المنبر أقول على الرجوع على إفريقيا والاتحاد الإفريقي والمغرب العربي أن يكبح جماح هذا الكيان الذي يسير بمسيرات خارجية صهيونية للوصول إلى مآربه. إذن اليوم من يستهلك خيرات وكما تفضلت ثروات الصحراء الغربية هو تواطؤ غربي بعض الدول الغربية، أو هناك عقد محلي أولي بالاستفادة من هذه الخيرات لمدة معينة ثم نعود إلى الواقع المغربي. هذه الحقيقة ويجب أن نغطي الشمس بالغربال ونقولها بكل أريحية على الصمود والتصدي لهذا الكيان في المنطقة الإفريقية. شكرا لكم جميعا على إثر هذا النقاش. البروفيسور سمير بوعيسى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، دكتور لابح العروسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أيضا، والبروفيسور موسى عاشور أستاذ القانون الدولي. ضيفي الكريم أيضا السيد مبركات عبد الكريم مدير المنصة الصحراوية 12 أكتوبر للإعلام والتواصل. شكرا جزيلا لك أيضا على كرم المشاركة معنا. وصلنا إلى الختام مشاهدينا، شكرا لكم والسلام عليكم.